السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي. في هذه الحلقة هنقول خبر مهم جدا وجميل جدا، ما هوش جديد، ده من سنة 1963. ايه هو الخبر دون؟ انجلترا توصي مواطنيها بالاستنجاء. مش خبر غريب شوية؟ بس هو دي الحقيقة. فين في انجلترا بالظبط؟ في مدينة داندي. حدث أن انتشر مرض التيفود بشكل عاصف، مما أصيب السكان بالذعر الشديد، وبذل الجميع طاقتهم في محاولات شتى لوقف هذا المرض، لوقف انتشاره، منعه، ولكن هيهات. في النهاية اتفق العلماء على إذاعة التحذير في مختلف وسائل الإعلام، يأمرون الناس بعدم استعمال الأوراق في دورات المياه واستبدالها باستخدام المياه مباشرة في النظافة، وذلك لوقف انتشار العدوى. وبالفعل استجاب الناس، وللعجب الشديد توقف فعلا انتشار الوباء وتمت محاصرته. وتعلم الناس الإنجليز في انجلترا هناك عادة جديدة عليهم بعد معرفة فائدتها، وأصبحوا يستخدمون المياه في النظافة بدلا من المناديل الورقية. ولكننا لسنا متأكدين ماذا يقول هؤلاء لو علموا أن المسلمين يفعلون هذا من أكثر من 1400 سنة، ليس لأن التيفود تفشى بينهم، ولكن لأن خالق التيفود وغيره من الأمراض أمرهم بكل ما يجلب لهم الصحة والعافية، فقالوا سمعنا وأطعنا. خبر مهم، مش كده؟ كان معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي. للتواصل الرجاء الاتصال على 012 36 90 535، وعن طريق الإيميل سعد_أستاذ أونلاين @yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.